اولا انا اريد اقول الله يستر على هالبلد وعلى كل بلدان المسلمين. والله هالايام دا اقرا كتب، انا دا تصدر هنا اقرا كتب واسمع شرائط واسمع حكي هم من البعض، يعني حكي كله من وراء لوس انجلوس، من وراء رأسا تشعر انه مشدود للنفط هذا مباشرة. يعني الله يستر على وحدة المسلمين لئلا يحولونه. وانا اقول لك اللي جاي يلعب بهاللعبة ترى يحترق بعدين، هو هم يحترق، حتى اذا اكو ايادي من وراءهم هي تحترق. ترى نبه لي شوي زين، لانه الله لا يعرض المسلمين الى ان تنفصم وحدتهم. يعني اكو جاي اسمع موجودة عندي الكتب والشرائط موجودة عندي، يعني شرائط صريحة جت تصيح بالناس خلي يذبح بعضكم بعض. وما اعرف انا ليش غافلة عن هالدولة، ما ادري ليش غافلة، ما اعرف شنو، ما اعرف التعليل ما اعرفه. والكتب ايضا اللي جاي تصدر يعني اذا تقرأها يغلي دمك غليان غريب. يا ناس الله الله في وحدة المسلمين، ارجوكم ذولا هالناس البسطاء، هذا اللي فك عينه يا فلان فك عينه بالبيت وما يعرف ان شنو مذهبه، لما كبر شاف امه وابوه حنفية صار حنفي، شاف امه وابوه شوافع صار شافعي، شاف امه وابوه شيعة صار شيعي. هذول منهم الى خلق راح استقرأ الادلة وطلع الكتب وناقش النظريات وانتهى الى رأي ناس مسلمين على الفطرة. الله الله في وحدتهم، الله لا يرحمكم برحمته. والله انكم قتل ومجرمون، شهد الله وكفى ان هذه الكتب من ورائها ايدي مجرمة، هذه مهمتها ان تمزق وحدة المسلمين. خلوا البلدان المسلمين خلوها هادئة، توجهوا كافحوا المخدرات، كافحوا الرذائل، كافحوا الانحلال، كافحوا الفجور، كافحوا التجسس، كافحوا العمالة للأجنبي، كافحوا الكفر والإلحاد. لا تكافحون إخوتكم أهل لا إله إلا الله. نعم هاي لعبة خطرة، أنا أحذر، هاي لعبة خطرة. أنتوا جاي تشيلون قسم، يعني بصراحة أكو بعض الجهات جاي تدفع الشيعة إلى أن تذب روحها بأحضان إبليس. إي نعم، وأنا أقول لك هذا لون من العمل مقصود، ونسأل الله أن يجنبنا وبال هذا العمل، وأن يحفظ وحدة المسلمين، وأن يخلينا تحت لواء لا إله إلا الله. وهالأفواه المملوءة قذر ونتن أسأل الله أن يواريها بالتراب، لأنها أفواه مو نظيفة، لا والله ما تهمها وحدة المسلمين أبدا، ولا تهمها كلمة لا إله إلا الله، إنما عدها من وراء ذلك أهداف مشبوهة. وإلا أرجوك أنا بروح الباحث، لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة واحد يقيم الآخر، أنا أسمع عمر يقيم الصحابة، وأبو بكر يقيم الصحابة، والقرآن يقيم الصحابة. ماكو واحد عنده مصلحة أن يشتم واحد من صحابة رسول الله. التفت، لأنه لا، أولا خل ألفت نظرك أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك. شو تنبه لي؟ زين. إذا المسألة مو أكثر من أننا مربوطين إحنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الإسلام، ذولا حملة منابع الفكر. إذا مرينا بواحد من عندهم نشوف التاريخ إيش كاتب عنه، ونشوف القرآن إيش كاتب عنه، إيش قارئ إيش قايل عنه، نقيمهم وفق هذه المقاييس مو أكثر.